هنعمل شوية كبدة بقى، انها ايه بقى، عظمة حاجة كده تحفة. هنعمله بالفلفل الالوان، وهنعمله طبعا باللبن زي ما احنا عارفين. حطيت هنا نص كيلو من الكبدة، حطيت عليها نص كوباية خل، حطيت عليها كمون. ده كده الغسيل بتاع الكبدة. الكبدة يا جماعة ما بتتغسلش، واسيبها كده تصفي ميتها، الدم يعني اللي بينزل منها هينزل في الطبق كده لحد ما ينزل خالص. نجيب بقى هنا شوية زيت على جريل او طاسة، نحط كده معلقتين كبار من السمنة او الزبدة، ننزل بقى بالكبدة بتاعتنا بعد ما اتغسلت بالكمون وبالخل. ما نقلبهاش خالص غير لما ايه تفك كده من بعضها مع الزيت والسمنة. تمام. بصوا يا جماعة، يعني الوصفة دي تحفة جدا، حلوة اوي، هتعجبكم كمان. هننزل هنا بقى بفنجان اللبن زي ما احنا بقى شايفين كده. عايزة اقولكم بتخليها لا طرية ولا ناشفة، بتخليها حلوة جدا، فهتاخدوا طعم يعني مش قادرة اقولكم. جربوها بس انتوا مش هتندموا. حطيت هنا كمون وفلفل اسود. تمام كده. وحطيت بقى هنا ليمونة كاملة. تمام يا جماعة، لو ما اشتركتوش بقى في القناة اعملوا لي متابعة واشتركوا في القناة عشان تشجعونا بقى كده وايه، وننزل وصفات كتيرة وحلوة ان شاء الله. قلبتها كده لحد ما بصوا، ما اللي هي خلاص بقى ابتدت تتشرب ميتها كده، هي منها فيها يعني، حتى اللبن اختفى خالص. اللي هو بيشربها بتبقى طعمها تحفة اوي. اوسع كده بقى شوية، واحط بقى هنا توم، احط هنا كده بتاع معلقة كبيرة توم كده حلوة. وننزل بقى بالفلفل الالوان، ونقلب بقى الكلام الخطير كده مع بعضه. شايفين يا جماعة الالوان مغرية اصلا، حلوة قوي. اتمنى تجربوها والله هتعجبكم برضه. انا مش بنزل وصفة لما اكون عارفة انها ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. حطيت طبعا هنا الملح، مش ما ننساهوش، الملح ده اساسي في كل الاكلات سبحان الله. فضلت اقلب فيها بقى كده لحد ما بقت معانا بالشكل الجميل اللي احنا هنشوفه ده. نجيب كده سيرفيس حلو كده، نحط بقى فيه الكبدة بتاعتنا بقى. وعايزة بقى تعملي جنبها شوية رز ابيض، شوية بطاطس، زي الفل. اشوفكم في وصفة جديدة. السلام عليكم.